أنا اللي خصني ندخل بها الأول، حيت هذا أكبر دليل على الرجولة ديالي وعلى البراءة ديالها. هاد الكلمة هادي وهاد الجملة بزاف د الرجالة تيكرروها وتيعاودوها. الأهمية والقيمة اللي عطيناها لهداك غشاء البكارة شي حاجة سميتها الخيال العلمي. علاش كنهضر على هاد المسألة؟ لأن مثلًا النساء اللي عندهم تشنج مثالي، الراجل اللي ما تيكونش فاهم هاد المشكل هذا تيقول لك وأنا دخلت عليها وما كاينش الدم ولا ما لا مثلًا ملي كتوصل هي لواحد المرحلة اللي غادي خصها أنها تعالج ودير واحد المرحلة حنا كنسموها التمارين الجسدية، تيكونوا شي رجالة مقفلين تيقول لك لا حتى حاجه ما تدخل تما، انا الاول اللي خصني ندخل. يعني بحال الا القيمه ديال المجتمع ديالنا والقيمه ديال المراه تلخصت في غشاء بكاره وتلخصت في الجهاز التناسلي ديال المراه، حيت هي بهذاك الجهاز هذاك راه هو اللي غيبين به الرجوله ديالو والفحوله ديالو وهي البراءه ديالها. بحال السيده مقيده حياتها كامله خايفه على واحد الراجل باقي ما جاش، عندك المهم راه خصها تبين وتبرهن على البراءه ديالها قدام هذاك الراجل. صراحه عقليه خصها اعاده نظر. الوغ كو اكثر دليل على داك البراءه اونتر بارونتيز ديال داك المراه هي التشنج المبالي. راه المراه مسكينه كتولي حيض، راه ما عنده فين يدخل. راه كاين بزاف د الحالات راه ما تيقدروش تيولدوا الاولاد، تيوليو واحلين واحد الوحله ربي اللي عالم بها. كنعقل على واحد لوكا كانت عندي هاد السيده كانت 10 سنين وهي مزوجه، 10 سنين مزوجه بواحد الراجل وما عندهمش وليدات. ملي وصلنا للمرحله ديال ان خصها غادي دير هذيك المراه دارت التمارين النفسيه، دارت المرافقه النفسيه باش غادي دوز للمرحله الجسديه. المرحله الجسديه هي عباره عن ترويض لهذوك عضلات المهبل، لان باش تفهموا لا بروبليماتيك هي واحد المراه كيكون عندها خوف من عمليه العلاج في العقل الباطن ديالها. كتقول الا دخل بيا هذاك الراجل غنموت غنتقطع. لان هي في الثقافه ديالنا المغربيه كاين واحد القصص ديال الرعب كثير على اللي تدخل قفرتيها الدم ناري عينيك غيخرجوا كذا. دوك النساء مساكن اللي كيكونوا هشاشات ولطافات وكتصايب تصاور كيدخلوا في داك العقل الباطن. اش كيولي كيدير العقل ديالها؟ كيرسل الامر العضلات المحيطه بالمهبل كتسد. دوك العضلات باش تفهموش من عضلات اللي كتسد هي مثلا واحد الانسان بغى يمشي للطواليت مثلا كان في الزنقه كيحبس بدوك العضلات، هي اش كيطرى ليها كيتسدوا هذوك العضلات بطريقه لا اراديه. الراجل ملي كيجي غيدخل بيها كيوليو هذوك العضلات دايرين بحال الحيط. يعني واخا كيدفع هنا مثلا اللي كنلقاو في بعض المجتمعات تيقول لك راه سالات في السبيطار، راه المراه تشرقات سالات في السبيطار. علاش تشرقات وعلاش سالات في السبيطار؟ لان هي العضلات ديالها مسدوده بقوه داك الخوف، هو كيدفع كيتشرق ليها على برا، كيتشرق هذاك عضلات العيجان كيتشرقوا فكيكون هذيك الدماء الغزيره. هما في بعض المجتمعات اللي ما كيكونوش فاهمين لا بروبليم تاع تبارك الله البكاره ديالها فيها الخير والبركه عرفتي الدمايات وراه شرقتيها هي المصيبه اش من بكاره شرقتيها. اللي خصكم تعرفوا هو البكاره كبكاره. مثلا انا النساء مئات ومئات ومئات النساء دوز كيكونوا نساء بنات بنوت وعمر شي حد قاسهم وكيدخل به الراجل ملي كتكون خدمت على راسها ودي طونجو ما كدوز لهاش قطره الدم، قطره الدم ما كدوز مع ان عندها البكاره. وهذه المساله هذه لا البكاره عندك البكاره راه مشكله ولات في المجتمع ديالنا المغاربي. كاينين النساء اللي مساكن ما عمرهم ما داروا شي حاجه وكيمشيو في الرجلين حيت ما دازلهاش الدم، ما دازلهاش الدم لان يا اما تتكون هي مسترخيه ديطوندو ولا عندها بكاره عاديه ولا بكاره مطاطيه. البكاره المطاطيه ما كدوزش بالدم، راه دايره بحال افتحيه ورده اغلاقيه ورده. واي نوع من انواع البكاره عامه قليل اللي كيدوز بالدم، غير هذاك النوع الغير بالي. اما عامه ما كيدوزوش بالدم. ملي كدوز بالدم راه جرحات على مستوى العيجان ولا غير على حسب النوعيه ديال البكاره. ولا كانت ديطوندو عامه ما تدوش بالدم. والبكاره ما كتمشيش بصفه نهائيه الا في حاله الولاده الطبيعيه. الولاده الطبيعيه عاده كتمشي هذيك البكاره مع الجنين. اما الا كان علاجات راه واخا كتكون علاجات راه كتبقى هذيك البكاره شي شويه. وبعض الاطباء ما تيضبطوش المساله ديال البكاره تتقول لك راه عندك عاديه قاصحه، تيقولوا هذه الكلمه وما كيعطيوكش نوع البكاره. انا نزيد معاكم يعني كانت عندي واحد السيده عندها بكاره سيبتوم. شنو هي بكاره سيبتوم؟ هي الدخله ديالها مقسومه على جوج، يعني عندها واحد اللحيمه الوسط عندها جوج فتحات اوليو دو فتحه وحده. الطبيبه اللي مشات عندها تتقول لها العمليه. دخلت عندنا للبرنامج قلنا لها ما كاين لا عمليه لا والو، غنديروا التمارين وغنديروا المسائل. هذه ملي دارت العلاج مع الزوج ديالها وبرات من التشنج المبالي ما دازلهاش الدم. حنا كنهضروا على سيبتوم، سيبتوم يعني مقسوم على جوج. فبالتالي الراجل اللي تيكون عنده داك الشهوه ديال الدم، انا اللي خصني ندخل انا وهذا الشيء تيتكرر معنا اتونسيون لان الرجاله تيقول لك لا ما يمكنش انا مرتي خصني انا الاول ندخل، انا داك البلاصه حتى واحد ما يدخل.
فين وقع الخلل، فين وقع الخلل. وكنعقل على واحد السيد اللي كان طبيب والزوجه ديالو طبيبه، يعني يقدر انه يدير بحث في المجال الجينيكولوجي. مرته مسكينه كان عندها البكره المطاطيه، تسرخات معاه وداكشي ما دازلهاش الدم، قال لها انت محيحه قبل الزواج، انت فعلا انت تاركه، زرفتيني. وكاين واحد لو تيرم كيتعاود بزاف في المجتمعات ديالنا العربيه، خسرها، بحال هي حليب سنترال، راه خسرها، راه دخل بها خسرها. علاش خسرها؟ واش هي المراه كقيمه ككل عندها القيمه ديالها فقط في داك غشاء البكره؟ راه هذه عقليه خصها اعاده نظر فريمون. الا هي ما دارت شي حاجه، خص يكون الخوف من الله، ماشي الخوف من واحد الزوج باقي ما جاش. خاص يكون الخوف من الله. هكا خصنا نربيو بنياتنا، ماشي بالدمايات وبالخلاعي وبهذا، لدرجه تسببنا لواحد النسبه كبيره دمرنا لهم الحياه الجنسيه ديالهم عن طريق التشنج المهبلي. النساء كيجيو كيتواصلوا معايا، منهم طبيبات اللي كتكون مثلا مزوجه 10 سنين وكثر وهي عندها علاجات مؤلمه، يعني كتنعس مع راجلها وكتالم في العلاج، الوغ كو هذاك راه حتى هو تشنج مهبلي. المراه ماشي سوبوزي وماشي من المفروض انها تتالم في العلاجات. الا تالمت في العلاجات راه هذاك نوع من انواع التشنج المهبلي.